في الرئاسيات الأخيرة صرا لك الحدث الشهير أنه تاع جمعت التوقيعات وراحوا التوقيعات وتسرقوا التوقيعات. للأمانة وللصدق سي رشيد، الأمانة وللصدق يعني وللتاريخ، وش اللي صرا تحديدا؟ وش اللي صرا في هذيك الحادثة؟ نجاوبك. اللي داروا ضربة تاع التوقيعات هما اللي داروا ضربة تاع تعديل الدستور، وفهم راك. طيب نسألك، فهمتها؟ أنا ما عليناش فهمتها ولا لا؟ ما عليناش. لا فهمتها. نسألك اللي داروا الضربة تاع المجلس الدستوري واللي صابوا توقيعات قدام لا باز ميليتير في ولاية بليده، وكان لي كاميرا، كان لونجسترومون، يعني يقدروا يشوفوا شكون اللي دار الضربة هذيك. طيب هادو اللي داروا ضربة هما اللي داروا تعديل الدستور مع المادة 73 اللي تحرمك تام الترشح. بصح الحمد لله ما يعرفونيش. تعرف علاه؟ كيف فسدوا الدرس ما داروش لونكيت مليحه. هما عارفين، هما حسبوا بلي كنت ساكن في فرنسا، ومش عارفين بلي البرمي نفوتوا في البلاد وعندي كارطة تاع الفوت في البلاد فيه 95 في الوقت العشريه السوداء. 73 تمنعك من الترشح رئاسية 2019؟ ما عندي حتى مشكل. تمنعكش والو، برب ان شاء الله تصيبني كيما انايا مترشح. اليوم نرشح روحي لو كان ما تفاهموش مع المعارضه، لو كان ما صبناش حل تصيبني 19 كيما اليوم ان شاء الله. تتوقع ما تلقاو حل ولا ما تلقاوش حل في المعارضه؟ نتمناو. انت واش بانت لك المؤشرات؟ لا انايا شوف، انايا اللي نقدر نديرها